بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. السلام عليكم. علمت هيسبورت من مصادر مسؤولة أن اتصالات رفيعة المستوى تجري منذ ساعات بين جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم وباتريس موتيسيبي رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم وفوزي القزع رئيس الجامعة الملكية المغربية للعبة لتأمين رحلة مباشرة من الرباط إلى مدينة قسطنطين الجزائرية من أجل مشاركة المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 عام في كأس إفريقيا المنظمة في الجزائر بداية من السبت المقبل. وأكدت المصادر نفسها أن رئيس الفيفا ورئيس الكاف توصلا بإشارات إيجابية من مسؤولين بالجزائر لتأمين رحلة مباشرة لمنتخب الفتيان للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم في انتظار الموقف الرسمي خلال الساعات القليلة المقبلة. وأوضحت المصادر ذاتها أن تدخلات الاتحاد الدولي والكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم أفضت إلى التوصل إلى حل مبدئي يكمن في سفر بعثة المنتخب المغربي في رحلة مباشرة إلى الجزائر عبر طائرة خاصة للفيفا، وفي حال استخلاص الترخيص الرسمي للسفر مباشرة من الرباط إلى قسطنطينة فإن بعثة المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة ستشد الرحال إلى الجزائر غدا قبل يوم واحد من انطلاق فعاليات كأس إفريقيا. جدير بالذكر أن القرعة كانت أوقعت المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات نيجيريا وجنوب إفريقيا وزامبيا. فضلا منكم وليس أمرا مني، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا الضغط على زر الإعجاب. شكرا لحسن المتابعة، وإلى اللقاء.